فيلم مخزن العشاق، أول بطولة لشرفنطح. فيلم مخزن العشاق فيلم كوميدي تم إنتاجه سنة 33، وهو عبارة عن فقرات بتربطها قصص غرامية بتعتمد على الصدفة وسوء التفاهم بيعمل كوميدي. الفيلم إنتاج وإخراج المخرج الإيطالي كارلو بوبا اللي رصيده 4 أفلام بس في السينما. الفيلم تصوير توليو كاريني. الفيلم بطولة الممثل المصري محمد كمال المصري اللي اشتهر بشخصية شرفنطح، واللي كانت بتنافس شخصية كشكش بيه بتاعت نجيب الريحاني. محمد كمال المصري أو شرفنطح اتولد في 18 أغسطس سنة 1886 في حارة في شارع محمد علي. والده كان مدرس أزهري، دخله مدرسة الحلمية الأميرية اللي فيها انضم لفريق التمثيل وحاز إعجاب زمايله ومدرسينه، وده شجعه إنه ينضم لمسرح الهواة. وكان مشهور بتقليد الشيخ سلامة حجازي في أدواره لحد ما أطلقوا عليه سلامة حجازي الصغير. اشتغل في كذا فرقة مسرحية زي سيد درويش وجورج أبيض ونجيب الريحاني، اللي اشتغل معاه في مسرحية صاحب السعادة كشكش بيه اللي حققت نجاح كبير في أوائل العشرينات. بدأ في السينما سنة 28 في فيلم سعاد الغجرية. اشتغل مع نجيب الريحاني 3 أفلام: سلامة في خير، سي عمر، أبو حلموس. اشتغل مع أم كلثوم وفريد الأطرش واسماعيل ياسين. اشتغل أكتر من 45 عمل فني ما بين سينما ومسرح. آخر أدواره كانت سنة 54 في فيلم عفريتة اسماعيل ياسين وفيلم حسن ومرقص وكوهين. هاجمه المرض واضطر يعتزل وعاش لوحده بيعاني الفقر لحد ما توفى سنة 1966 لوحده، واكتشفوا وفاته بعد أيام. في يوم جه موظف النقابة يديله المعاش، خبط عليه محدش رد. الجيران طلعوا له قالوا له البقية في حياتك عم شرفنطح مات، الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة. اشتغل في الفيلم ممثل والمونولوجيست حسين إبراهيم اللي كان معظم أدواره نسائية وما ظهرش إلا في فيلم واحد في دور رجالي، فيلم سعاد الغجرية سنة 28. اشتهر بشخصية جمالات كفتة في فيلم الآنسة ماما مع محمد فوزي سنة 50. ما استمرش كتير وقرر يرجع لشغله كمونولوجيست في الملاهي الليلية. الفيلم كان فيه الممثلة نادية اللي اكتشفها المخرج محمد كريم في فيلم زينب. عدد أفلامها قليل لكن ظهرت في بداية السينما الصامتة. اشتغل في الفيلم الملحن المصري عزت الجهلي ابن الممثل عبد العزيز الجهلي، ورصيده في السينما قليل في التمثيل، لكن لحن أغاني وعمل برامج غنائية وموسيقى الأفلام كتير. فيلم مخزن العشاق اتعرض سنة 1933. تابعونا.